ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، يمكن كلنا حسينا بيه او سمعنا عنه في الفتره الاخيره. ليه الجواز بقى صعب؟ ليه الشباب بيتاخروا في الفتره دي؟ الموضوع ما بقاش خطوه تقليديه زي زمان، لا بقى رحله طويله مليانه بتفاصيل وضغوط ماديه واجتماعيه. تعالوا نبدا الحكايه من اول الخطوبه لحد ما نوصل للجواز، ونشوف ايه الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي الشباب تاجل الجواز بالشكل ده. بص يا سيدي، موضوع تأخر الجواز بقى حاجة بنشوفها كتير اليومين دول، والناس كلها بتتكلم فيه سواء بتهزر أو بجد. يعني مثلا لو بصيت حوالينا هتلاقي إن في جيل كامل بقى بيتأخر في الجواز، وده مش زي زمان لما كانت الناس بتتجوز في أوائل العشرينات أو حتى قبل كده. طيب ليه؟ الموضوع معقد شوية. أول محطة دايما بتكون الخطوبة، واللي زمان كانت مجرد بداية بسيطة لرحلة الجواز، لكن دلوقتي بقت أقرب من مشروع ضخم مليان طلبات ومقارنات. الشبكة اللي كانت زمان مجرد حاجة رمزية بقت دلوقتي معيار مهم للحكم على الشباب. الشبكه بقت حاجه بتتقاس بارقام كبيره، واي محاوله لتقليل التكاليف بتبقى زي رساله انك مش قادر او مش مهتم كفايه. وضيف كمان حاجه تانية، وهي المقارنات اللي بقت جزء اساسي من الخطوبه. البنت بتبص على اصحابها وبتشوف هم عملوا ايه في خطوبتهم، فتلاقي المقارنه شغاله. دي صاحبتي جابوا لها شبكه بكذا، لازم انا كمان. وصاحبتي جاب لها التليفون ده، لازم انا كمان اجيب زيها. الحاجات دي بقت تقاليد غريبه في مجتمعنا، بس الناس بتتعامل معاها على ان ده الطبيعي. وده اكيد بيزود الضغط على الشاب بشكل كبير، لانه مش بس بيبقى عايز يبسط خطيبته، لا ده كمان عاوز يكون على مستوى توقعاتها وتوقعات اهلها. الامر ده مش مرتبط على الخطوبه بس، لكن كمان في كل مناسبه، عيد ميلاد، عيد الحب، رمضان، العيد، كل مناسبه بتطلب هديه جديده، وكل مره بيكون الشاب قدام تحدي مادي جديد. حتى التفاصيل الصغيره دي بتزيد العبء النفسي، والشاب بيلقى نفسه في دوامه ما بين انه يرضي خطيبته وما بين قدرته الحقيقيه على الانفاق. الخطوبه مش مجرد شبكه وهدايا، دي كمان مليانه تكاليف مستمره. كل شويه هتلاقي في مناسبه او خروج لازم يبقى الشاب هو اللي بيتكفل بكل حاجه، يعني خروج للكافيه او العشاء، هدايا في المناسبات. وده طبعا مع تزايد الضغوط الاجتماعيه حوالين فكره ان الراجل لازم هو اللي يدفع. الضغوط دي مش بتقف على الهدايا بس، لكن كمان بتزيد في تفاصيل الحياه اليوميه. في شباب كتير بيحس ان هم داخلين في التزام مالي دايما من يوم الخطوبه، وده يخليهم يحسوا ان هم مش في مرحله بناء علاقه، لكن في مرحله منافسه مستمره عشان يثبتوا انهم قادرين. المشكله ان المجتمع بيزود الفكره دي بدل ما يبسط لهم الامور. بعد ما تعدي مرحله الخطوبه والشبكه نيجي بقى للجواز. هنا الموضوع بيبقى اصعب بكتير جدا. تجهيزات الفرح، الشقه، العفش، والمصاريف اللي ما بتخلص. الشقه اللي كانت في يوم من الايام مجرد مكان بسيط للعيش بقت دلوقتي زي مشروع استثماري لازم يبان قدام الناس. الشاب مش مطلوب منه ان هو بس يجيب شقه، لا لازم الشقه تكون في مكان راقي، متشطبه باحسن الديكورات، ومجهزه بكل شيء من اول العفش للادوات الكهربائيه. وهنا بتبدا رحله جمع الفلوس اللي ممكن تستمر لسنين. في ناس بتتاخر في الجواز مش عشان مش عايزين يتجوزوا، لكن عشان الشروط والمصاريف فوق طاقه اي حد. يعني الراجل بيبقى عايز يوفر احسن حاجه، بس في نفس الوقت مش قادر يحقق كل التوقعات اللي موجوده في المجتمع. الضغط المجتمعي ده هو اللي بيخلي الجواز يتاخر. الناس كلها بتفكر قبل ما تخش مشروع زي ده، لانه بقى مشروع مكلف جدا، وكل ما زاد التاخير كل ما الناس بتحس ان الجواز بقى حاجه صعبه جدا ومش هيتحقق بسهوله. مفيش حاجه اسمها نبدا بحاجه بسيطه ونكبر مع الوقت. المجتمع النهارده بيطلب انك تبدا من القمه، ومفيش مساحه للتدرج. يعني تلاقي نفسك مضطر انك تشتغل سنين طويله عشان تقدر تجيب شقه تكون مقبوله في نظر الناس، وده غير المصاريف، التشطيب اللي بقى ضخم جدا. كمان لازم نتكلم عن فرش الشقه. الموضوع مش مقتصر على شراء الاساسيات، لا كل تفصيله بقت مهمه، من اول غرفه النوم لحد ادوات المطبخ. كل حاجه لازم تكون باحدث الماركات. وتلاقي ناس تدخل في دوامه الحيره ما بين اختيارات ماركات معينه، لان البنت واهلها عاوزين الحاجه تكون باعلى جوده، والشاب بيدور على حاجه عمليه تناسب قدراته الماديه. بعد ما نخلص في الشقه والخطوبه ندخل بقى في حته الفرح. الفرح بقى مشروع لوحده مليان تفاصيل بتكلف ارقام كبيره. قاعات الافراح بقى بتطلب دفعات مقدمه ضخمه، وتفاصيل الفرح من الديكور للكوشه للورد كلها تكاليف بتحمل الشاب فوق طاقته. حتى فكره الفرح الصغير اللي كان بيحصل زمان بقى النهارده شبه مستحيل، لان المجتمع بيضغط عليك عشان تعمل فرح محترم. الحاجه اللي الناس مش واخده بالها منها هي ان الفرح ممكن يكون مصدر كبير للضغط النفسي للشاب والبنت. يعني بدل ما يكون يوم سعيد للاحتفال بحبهم بقى يوم محمل بالمقارنات. فلان عمل فرح في القاعه الفلانيه واحنا لازم نعمل زيه. كل حاجه اللي اتكلمنا عنها دي بتوصلنا للسؤال الكبير: ليه الجواز بقى صعب؟ وليه الشباب بتأجل الخطوة دي؟ ببساطة لأن التكاليف بقت ضخمة ومفيش مرونة في التوقعات. المجتمع النهاردة بقى بيطلب معايير عالية جدا، والشاب العادي اللي بيشتغل في وظيفة بمرتب ثابت بيلاقي نفسه قدام تحديات مستحيلة. كمان لازم نتكلم عن سوق العمل النهاردة. فرص الشغل المستقرة بقت قليلة جدا، والأسعار بقت بتزيد يوم عن يوم. يعني الشاب مش بس محتاج يحقق دخل ثابت، لا ده كمان محتاج يكون دخل عالي جدا عشان يقدر يواكب المصاريف المتزايدة.
غير كده في عامل كمان اللي هو التشتت والانشغال. الشاب اللي بيشتغل عشان يحقق كل المتطلبات دي بيلاقي نفسه مش قادر يركز في العلاقة العاطفية نفسها، فبيفضل يأجل الجواز لحد ما يكون قادر ماديا عشان يقدر يحقق التوازن بين متطلبات الجواز والاستقرار النفسي. في النهاية مشروع الجواز بقى معقد بالنسبة للشباب وللبنات كمان اللي بيحس انهم تحت ضغط المجتمع. لازم نبدأ نفكر نرجع الامور لبساطتها ونفهم ان الجواز هو مشاركة بين الاتنين، مش بس مجرد خطوة مادية ضخمة. في الاخر برضو كل واحد له ظروفه واسبابه، وفي ناس بتشوف انها مش جاهزة للجواز سواء ماديا او عاطفيا، وده مش عيب. الاهم ان كل واحد يكون مرتاح مع قراره سواء قرر يتجوز دلوقتي او بعدين. شاركونا بقى في الكومنتات بتجاربكم وايه الحاجات اللي بتحسوها انها بتزود في صعوبة الجواز. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا بقى الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.